لبسوا لون واحد بس أحمر، وكان على درة. أول واحدة درة لبست فستان أحمر بالقطيفة طبعا عشان شتوي جدع، والله العظيم يا درة الجو ساقعة وأنا معاكي جدا في اللي انتي لبستيه ده، الجو ساقعة لازم تلبسي قطيفة. وبعد كده معانا رحمة رياض برضه لبست فستان أحمر وبينت حملها بطريقة حلوة جدا جدا. أنا عجبني الفستان على رحمة، وصراحة عجبني جدا 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 اللوك بتاعها رقيق وكده وأنيق، وصراحة لأ ما شاء الله عاجبني. ربنا يقومك بالسلامة يا رحمة يا رب. حسيت ان انا بنت خالتي ولا حاجة. وبعد كده مين معانا كارمن باسيس. أنا مش عارفة انا قلت الاسم صح ولا غلط، بس لو انا غلطت حد يقول لي في الكومنتات. طبعا برضك لبست فستان شبه الاميرات كده. وبعد كده معانا نانسي الننوسة الجميلة، لابسة بقى فستان وبفتحة طبعا معروفة نانسي بتحب الفساتين اللي هي بفتحات من قدام. وبعد كده معانا منى زكي برضو. بصي منى زكي برضو ايه لابسة فستان برضك شكله حلو جدا يعني، ومعاه كوليه وكده. وبعد كده بقى لبست يعني تحسه صغنونه، تحسها ما مكبرتش، مش عارفه يعني محافظه على شكلها ومحافظه على حاجه يعني هي بتاعت امبارح، منى زكي بتاعت امبارح. وبعد كده معانا بقى انا بصراحه مش عارفه الفنانه دي تبقى اسمها ايه، بس برضك لابسه فستان برضو مش وحش، حلو برضو وتسريحه كويسه، والفستان برضك ايه يعني مناسب جدا لجسمها بصراحه. فدلوقتي بقى انا هقول لكم مين احلى فنانه بالنسبه لي في الاحمر. درة بصراحه اول واحده معانا تكسب باللون الاحمر. لابسه فستان حلو وجميل وتسريحه حلو. تاني واحدة رحمة رياض. بصراحة رحمة رياض عجباني جدا جدا جدا، شعر وميك اب ولبس وكل حاجة. وبعد كده نانسي الننوسة الجميلة الدلوعة معانا برضو. آه، يعني برضه المركز التالت، الفستان حلو ولامع وايه كده يعني. وبعد كده معانا بقى منى زكي لابسة برضك الفستان ده في المركز الرابع بالنسبة لي، حلو جدا برضك عليها.